عماد، يعني سؤالين واضحة. ايش مشكلة هلال دفاعيا يسجل ويستقبل اهداف؟ وايضا ايش مكمن الخلل عند انزاجي في بطء الفريق؟ جميل. بطء الفريق هو يبحث عن الاهداف اللي انت شفتها اللي هي المساحه. الدليل، مين اللي قاعد يصنع ويسجل اهداف؟ صدفه؟ ثيو هرنانديز لانه اتقن واجاد. سافيتش لانه يعرف انزاجي سابقا، اتقن واجاد. مهاجمه مساحه، ننقل كوره وندور مساحه. شفت لما اقول لك لوران بلان فكرته كانت مدرب السابق للاتحاد، ايش نسوي؟ ندور الكره وندور بيرجوين وندور ديابي، هذه فكرته الرئيسيه. انزاجي لا، يدور المساحه وروح، هذه مهمته. في المشكله فين؟ تقول ايش المشكله؟ في لاعبين مش قادرين يتعاطون مع هذه الطريقه، وهذه مشكله. يعني مثلا اليوم خلينا نشوف محمد كنو، ركز على محمد كنو. ايش دور محمد كنو اليوم في الملعب؟ لازم تشوف دوره في الملعب وتتكلم عنه، اجاد او ما اجاد. طيب احنا ندور نلعب طيب مثلا كنو اجاد ولا ما اجاد؟ لا ما اجاد في الافكار الدفاعيه، اجادها اللي هو يحمي ثيو هرنانديز. اوكي هذه متفقين عليها، ويمكن اتفق مع زميل ابراهيم، الخصم ما كان قوي جدا عشان نختبر كنو فيه، لكن في اختبار حقيقي لمحمد كنو. محمد كنو يقدر يجيب في المباراه جول جولين لو يشتغل ويتفاعل مع انزاجي. حمد اليامي بالمناسبه جيد جدا، بس لو يشتغل الافكار صح النتيجه حيسجل جول وجولين مثل ما يسجل ثيو. ما هو ثيو سهل جدا انه ظهير يسجل في 3 و4 مباريات متتاليه اهداف، ونقول امكانيات لاعب. لا، فكره مدرب هي هذه النقطة الرئيسية عند انزاجي. يعني كأنك بتقول المشكلة مش في المدرب ولا طريقته، المشكلة في انسجام اللاعبين مع أفكار المدرب كذا. قرار. شوف إبراهيم العنقري قال لك كم فرصة ضاعت، صح؟ يعني أنت قادر توصل، أنت قادر تروح. أنت بتقول فريق دفاعي أو فريق هجومي، عند اللاعبين وقت الهلال فرض سيطرته كم لاعب داخل المنطقة. احنا المباراة السابقة ويلعب بالثلاثة دائما، حتى لو ما لعب بالبليهي نفذ يرجع مدافع الثالث اثناء استقبال اللعب، يعني الثلاثة هذه مثبتة اصلا حفظوها اللاعبين. بس انا اتكلم عن الكرات العرضية، هو يسوي زحمة في عمق الملعب، يبغى يودي ثيو وحمد اليامي تلعب الكرة العرضية. طيب مين اللي بيستغل الكرة العرضية عشان فكرتي انا تكون ناجحة كمدرب؟ محمد كنو، سفتش، لما يكونوا في الملعب المفترض عندهم قدرة على ترجمة هذه الفكرة لأهداف. طيب أنت متفق إنه ومعنى كلامك إنه المشكلة في انسجام اللاعبين وتطبيقهم لأفكار المدرب. أيوه، بس زي إبراهيم العنقري قال نقطة اللي هي يجب عليه أن إيش؟ يغير طريقته. أيوه، هذا اللي بسألك فيه. هل الأفضل والأصح والأسهل إنه المدرب يغير طريقته بما يتناسب مع النهج الفريق واللاعبين الموجودين، ولا اللاعبين لابد أنهم ينسجمون مع طريقته؟ اللاعبين لازم ينسجمون مع طريقته. انت جايب انزاجي ليه اصلا؟ انت جايبه وانت عارف وانت نايم قبل لا توقع معاه يلعب ب3-5-2، وعارف انه ما راح يغيرها ولا راح يطالع فيك ولا راح يسمع لك اصلا. خلينا نكون شوي واقعيين احنا بطروحاتنا. واضح زي مانشيني، تتذكر مانشيني غير الطريقه يا